السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حصادكم لهذا الأسبوع، نبدأها بأهم ما جاء في الأسبوع. المجلس الوطني الكردي ينظر بإيجابية إلى المبادرة الفرنسية. مرور الذكرى الرابعة لاستشهاد البيشمركة رمضان فيصل حسي. إحياء الذكرى 21 بعد 100 ليوم الصحافة الكردية. جولة لقائد قوات بيشمركة روش إلى الجبهات الأمامية للمقاتلين البيشمركة. رحيل رئيس كردستان الحمراء وكيل مصطفى. واشتباكات بين الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية في سوريا. وأخيرا النظام السوري يناقش مع روسيا استئجار ميناء طرطوس. سقط عدد من القتلى والجرحى في اشتباكات بين قوات روسية وأخرى إيرانية بمحافظتي دير الزور وحلب. وأوضحت وكالة الأناضول عن مصادر خاصة لها أن حاجزا لميليشيات الحرس الثوري الإيراني أوقف موكبا للشرطة العسكرية الروسية في مدينة الميادين بريف دير الزور، نجم عنها تلاسن تحولت إلى اشتباكات. وأسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن وقوع قتيلين في صفوف الحرس الثوري وجرح 4 من عناصر الشرطة العسكرية. ذكرت وسائل إعلام موالية أن رئيس النظام السوري بشار الأسد التقى مسؤولين من روسيا لمناقشة الجولة القادمة من محادثات السلام واستئجار ميناء طرطوس والتجارة بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الأسد التقى مبعوث روسيا الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين وعددا من المسؤولين بوزارة الدفاع الروسية. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤولين قولهم إن من المنتظر أن توقع روسيا قريبا عقدا لاستئجار ميناء طرطوس في سوريا. استقال رئيس مجلس ناحية الشيعي بعفرين بكردستان سوريا من منصبه دون ورود المزيد من التفاصيل وأسباب استقالته. ونشر أحمد حسن رئيس مجلس ناحية الشيعي على صفحته الرسمية: على الرغم من استقالتي أرى أن المجالس المحلية في المنطقة هم خير من خدموا المنطقة وأهلها في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، ولم يعرف حتى الآن الأسباب التي أدت إلى استقالته من منصبه. زار وفد من ممثلية إقليم كردستان للمجلس الوطني الكردي مزار القائد الخالد مصطفى بارزاني، وكان في استقبالهم خلاط البارزاني ممثل الرئيس مسعود البارزاني ولجنة الاستقبال، حيث ألقى الرئيس الدوري للممثلية نواف رشيد كلمته عبر فيها عن رمزية القائد الخالد ومدى ارتباط اسم الكرد وكردستان باسمه ونضاله الدؤوب والتضحيات التي قدمها ومسيرته النضالية التي أكملها القائد مسعود البارزاني، متمنيا لهم دوام الموفقية والنجاح. في الذكرى الرابعة لاستشهاد البيشمركة رمضان فيصل حسي، قام وفد من منظمة كورغوسك للحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا برئاسة عضو المكتب السياسي محمد علي أبو نادو ووفد من بيشمركة روش وبحضور عائلة الشهيد ومسؤول آصايش المخيم وفرقة نارين بزيارة إلى مزار الشهيد في مقبرة كورغوسك بريف هولير عاصمة إقليم كردستان. بداية قام الوفد بقراءة الفاتحة على روح الشهيد وأرواح الشهداء الكرد وكردستان وفي مقدمتهم البارزاني الخالد. كما ألقى عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري محمد علي أبو نادو كلمته أثنى فيها على مناقب الشهداء الذين سقوا بدمائهم تراب وطنهم قائلا: نفتخر بتضحيات شهدائنا الذين يرسمون بدمائهم حدود الدولة ويجاهدون لتحقيق أهداف الشعب الكردي بالاستقلال. فقدت كردستان وكيل مصطفى أحد رموزها في منطقة قرباغ ولاجين عاصمة كردستان الحمراء بعد نضاله المرير من أجل الكرديات ولجوئه لإيطاليا بعد انهيار جمهوريته وانتقاله إلى بروكسل. وبعد صراع مرير مع مرض السرطان توفي وكيل مصطفى في العاصمة البلجيكية بروكسل. بمناسبة يوم الصحافة الكردية ومرور الذكرى 21 بعد 100 لولادة أول صحيفة كردية باسم كردستان في مدينة القاهرة على يد الراحل الأمير مقداد مدحت بدرخان، قدم مكتب الإعلام المركزي للمجلس الوطني الكردي التهاني والتبريكات
لجميع إعلامي الكرد في أجزاء كردستان الأربعة، وخص بالذكر إعلامي المجلس الوطني الكردي في الداخل والخارج. وضمن الحفل الذي أقامته نقابة صحفي كردستان سوريا في الذكرى السنوية 21 بعد 100 ليوم الصحافة الكردية في هولير عاصمة إقليم كردستان، حصلت الإعلامية الكردية حلبشة السعدون على جائزة الراحل جوان ميراني للصحافة الكردية في دورتها الرابعة. وشارك في الحفل الذي أقامته نقابة صحفي كردستان سوريا العديد من الشخصيات الكردية ومسؤولي أحزاب المجلس الوطني الكردي وعدد من الإعلاميين والمسؤولين الكرد من كردستان سوريا وإقليم كردستان. افتتحت فنانة كردية في مركز مدينة عفرين بكردستان سوريا معرضا لها بعنوان أنا أرسم، شارك فيها العديد من أبناء المنطقة. وذكر المجلس المحلي لمركز مدينة عفرين على صفحته الرسمية: برعاية المجلس المحلي افتتحت الفنانة لافا محمد مع فريقها معرضا بعنوان أنا أرسم في مركز المجلس المحلي، عرضت فيه العديد من اللوحات الفنية المنوعة. وشارك في المعرض العشرات من أبناء المنطقة وعبروا عن فرحهم لعودة مثل تلك النشاطات الثقافية إلى المنطقة. كشف عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا محمد إسماعيل عن تفاصيل المبادرة الفرنسية للتقارب بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي بيدي، وقال بأنهم في المجلس ينظرون بإيجابية لتلك المبادرة. قال إسماعيل إن الفرنسيين يحاولون التقارب بين المجلس والبيدي، لكن المجلس طلب ضمانات من أجل عدم تكرار ممارسات البيدي وحتى يكون التقارب حقيقيا. أضاف إسماعيل أن بغياب الضمان الحقيقي لن تنجح أي مبادرة، حيث حاول الكثير من المنظمات المدنية والحقوقية قبل الآن إيجاد سبل للتقارب بين الطرفين، لكن بسبب غياب الضمانات الحقيقية باءت تلك المحاولات بالفشل. وأن المجلس ينظر لفرنسا كدولة مهمة وذي تأثير وتستطيع أن تكون طرفا ضامنا. كما أكد المسؤول الإداري للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني السوري محمد إسماعيل أن المرحلة حساسة ويتم الحديث عن إقامة منطقة آمنة، لذلك الظروف تتطلب وحدة كردية ونبذ الخلافات، وأن البيدي أيضا أدرك أن الانفراد في الإدارة والسلطة لم يأتي بنتيجة. قام قائد قوات بيشمركة روش بجولة إلى الجبهات الأمامية للبيشمركة في محاور محافظة دهوك بإقليم كردستان، كما ألقى مسؤولو قسم الإعلام والثقافة محاضرات بهدف رفع المستوى الثقافي والمعنوي لدى المقاتلين البيشمركة. ونشرت الصفحة الرسمية لقوات بيشمركة روش أن العميد محمد رجب قائد قوات بيشمركة روش قام بجولة إلى نقاط البيشمركة في اللواء الثاني في محور عين عويس بمحافظة دهوك. وجاء في الصفحة أيضا أن مسؤولي قسم الثقافة والإعلام في بيشمركة روش قاموا بإلقاء بعض من المحاضرات على البيشمركة في الخطوط الأمامية في المحور ذاته، وذلك بهدف رفع المستوى الثقافي والمعنوي لدى البيشمركة. إلى هنا نأتي إلى ختام حصادنا لهذا الأسبوع، دمتم بألف خير.